النهاردة في جامعة الجلالة في السخنة السويس، في شاب في سنة رابعة كان بيمتحن النهاردة اسمه كرولوس. كرولوس فجأة وفي وقت الامتحان راح ناحية الشباك وقام رمى نفسه من الدور التالت وسط ذهول اللي حاضرين، اللي جريوا بيه على أقرب مستشفى لكن ما قدروش يلحقوه وتوفى كرولوس، ربنا يرحمه. الحدث ده في بعض الأسئلة اللي لازم نسألها، وفي بعض السيناريوهات اللي ممكن تطرح قدامك. ايه اللي يوصل شاب لسه في بداية حياته لكده؟ ايه اللي يوصله لليأس؟ انه يفتكر انه لما يتخلص من حياته كل مشاكله هتخلص؟ وايه اللي يوصل لشاب زي ده في جامعة مشهورة ومعروفة للانتحار؟ من ضمن السيناريوهات اللي لازم تتقال، الأهالي رفقا بأولادكم. كم الضغط النفسي اللي انت بتحط فيه ابنك صعب، محدش يقدر يستحمله. انا عارف ان الحياة صعبة ومصاريف الجامعات دي بتبقى صعبة جدا، بس مش لدرجة ان انت تحطه في حرب نفسية بالطريقة دي. يا جماعة، المتفوق بيعيش وبيلاقي مكانه، وحتى برضو الفاشل بيدور على شيء ينجح فيه وبينجح. العظماء ما كانوش ناجحين في حياتهم، العلماء ما كانوش ناجحين في الدراسة بتاعتهم، ولكن هم نجحوا في التخصص اللي حبوه. ليه نعمل كده في عيالنا؟ وليه نحطهم تحت ضغط؟ ليه نشوف النتيجة دي؟ الانتحار بقى موضة العصر، بقى الموضة. تشوف واحد منتحر عند كوبري واديك شاب اهو في الجامعة. ايه اللي يوصل الشباب لكده؟ كلنا عدينا بمشاكل، كلنا. انا بتكلم عن نفسي، عندي 38 سنة، كلنا شفنا مشاكل كتير، بس ربنا بيغير الايام زي الليل والنهار. تعتم قوي والصبح يصبح، يعني دوام الحال من المحال. لازم نقول كده لعيالنا، ولازم نحتضنهم وما نحطهمش تحت ضغط. في ناس ما بتستحملش، الناس قدرات، لكن نشوف منظر زي ده وحدث حقيقي يتعب قلوبنا. ايه اللي شافه علشان خاطر يفتكر الانتحار هو الحل عشان يتخلص من مشاكله؟ هنا كمان بنقول دور الكنيسة والمساجد في توعية ولادنا، دور الدكاترة والمعيدين. مش بس مجرد دراسة، لازم يبقى فيه تربية نفسية عشان نأهل الشباب وما يوصلوش للدرجات دي. كرولوس النهاردة بيدق ناقوس الخطر. لازم نتحرك، ولازم ما نسيبش ولادنا فريسة لليأس والإحباط. في الآخر ربنا يرحمك يا كرولوس، وانت رحت للي أرحم بكتير، الرحمن، اللي أكيد هيسامحك وأكيد عارف الضغط اللي انت مريت بيه. ربنا يرحمه ويصبر أهله.